تخيل معايا مواجهة في دوري أبطال أوروبا، ماتشين بس الذهاب والإياب، لكن 180 دقيقة دول كانوا كفاية لصناعة واحدة من أغرب قصص البطولة. كل هدف كان بيقلب الموازين، وكل دقيقة كانت بتقربنا أكتر من نهاية محدش كان متوقعها. لكن إيه اللي حصل في المواجهة دي؟ وليه الماتشين دولت لحد النهاردة عالقين في ذاكرة جماهير الفريقين وجماهير دوري أبطال أوروبا كمان؟ بس قبل ما نبدأ عندي ليك تحدي صغير. في الفيديو ده هقولك معلومات وحقائق مميزة عن برشلونة وباريس سان جيرمان واللعيبة اللي جابت أهداف برضو. بعضها أكيد سمعت عنه قبل كده، لكن بعضها التاني ممكن تكون أول مرة تسمع عنه. فشوف الفيديو للآخر واكتب لي في الكومنتات كنت تعرف كام معلومة، ولو عندك معلومة قوية عن برشلونة أو باريس سان جيرمان وما قلتهاش في الفيديو اكتبها لي في الكومنتات عشان نشوف مين عنده معلومة أقوى. اعمل لايك وسبسكرايب واعمل لي فولو على الانستجرام وخش عشان الواتساب، ويلا بينا نبدأ. زيدنيو. تبدأ المباراة وكرة هنا دي ماريا يلعبها الفيراتي، يرجعها لدي ماريا ويرفعها ودراكسلر وكافاني، لكن تريشتيجن يطلع في الوقت المناسب ويطلعها. دي ماريا هنا يرفعها وكافاني يشوط وتخبط في الدفاع ويشوطها في السماء. فاول من مكان خطير ودي ماريا بيستعد ويشوط. جون 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 دي ماريا، الراجل اللي وجوده في عصر رونالدو وميسي ظلمه. لاعب أسطورة جدا وحطها حلوة قوي قوي قوي. الكرة في الشباك، مساحة جدار دفاع كاتالوني، دي ماريا يصادق. بمناسبة الهدف الأول اللي جابه دي ماريا، كنت تعرف إن دي ماريا مع باريس سان جيرمان في موسم 2016-2017 قدم واحدة من أقوى مواسمه من ناحية التأثير، رغم إن PSG في السنة دي خسر الدوري لصالح موناكو، والأرقام بتاعته كانت قوية لأنه لعب 43 مباراة في كل البطولات وسجل 14 هدف وصنع 15 أسيست. المهم يلا نكمل. كرة هنا تيكي تاكا، نيمار يجري ويعمل باص سحري يعدي 2 لعيبة ويصدها الحارس. في الدقيقة 33 كرة مع دراكسلر ويعدي ويشوط، لكن ترشتجن يطلع نوير اللي جوه. كرة هنا دراكسلر وفيراتي ويلعبها تاني وجون جون 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 جون. اللاعب المجتهد قعد يحاول لحد ما جاب جون جامد قوي. وهذه الكرة السريعة لدراكسلر، مرة أخرى فيراتي بالحلول، الإيطالي يمضي ولا يبالي. كرة جول كرة جول جول. بمناسبة الهدف الثاني اللي جابه دراكسلر، كنت تعرف انه كان جزء من قائمة منتخب ألمانيا اللي خدت كاس العالم 2014 في البرازيل، وشارك في ماتش السبعة الشهيرة او 7-1 يعني اللي كانت ضد البرازيل، اللي عملت عنه فيديو، خش شوفه وان شاء الله هيعجبك. المهم يلا نكمل ويخلص الشوط الاول 2-0 للPSG. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا نخش على الشوط الثاني. يبدأ الشوط الثاني وكرة سواريز يحاول يطلع الكرة لكن تروح لرابيو ويشوط، وايه ده اكيد قال لهم والله كان قصدي اعرضها ومحدش نط. كرة تتعرض وكافاني لكن تطلع بره، وما شاء الله متسابي يحطها كده بكل اريحيه ومحدش ماسكه. المهم كرة يلعبها الحارس ورابيو يجري ويباصي وتتلعب 1-2 جامد، وكروزا يجري ويلعبها لدي ماريا ويشوط. يا ابن اللعيبه، وميسي بيقول له كده يا ابن بلدي بنقطع في بعض في الغربه، ودي ماريا بيحتفل وكده جاب الجون الثاني ليه والثالث لباريس. سجل 75 هدف ادريان رابيو، يتابع فيه ليو ميسي. بليز ماتويدي، الحلول موجودة عند كورزاوا دي ماريا نو دي ماريا جول. بمناسبة الهدف الثالث لباريس اللي جابه دي ماريا، كنت تعرف ان بعد ما نيمار ساب برشلونة وراح باريس سان جيرمان بصفقة 222 مليون يورو، برشلونة كان بيدور على بديل فورا، وركزوا جدا على دي ماريا اللي هو اصلا كان نجم ريال مدريد السابق. ودي ماريا نفسه كان مرحب جدا بالانتقال للبارسا عشان يلعب جنب مواطنه وصديقه المقرب ليونيل ميسي. باريس سان جيرمان طلب حوالي 60-70 مليون يورو، بينما اخر عرض قدمه برشلونة كان 45 مليون دي بلس او زائد 5 مليون إضافات. فإدارة باريس رفضت العرض في آخر ساعات الميركاتو وقررت تقفل الباب تماما، والصفقة باظت في لحظاتها الأخيرة. المهم يلا نكمل.
كرة هنا مع دراكسلر يجري ويلعبها تحت ولوكاس، لكن تخبط في الدفاع وتطلع بره. كرة هنا مونيه يقول لنيمار مش انت اللي عرفنا بالترقيص؟ قال له طب بص كده دي بتتعمل كده صح؟ وبيعدي ويباصي لكافاني ويحطها حطت اي واحد عايز يتعلم يبقى مهاجم زي ما الكتاب بيقول يبص على الجون ده، حطها حطه رهيبه جدا وفضيحه 4-0. نشوف مونيه يلعب كما يجب بنيمار والبلجيكي بحاله من الكرة لرابيو، كافاني جول. بمناسبة الهدف الرابع اللي جابه كافاني، كنت تعرف ان موسم 2016-2017 كان الموسم الانفجاري لإديسون كافاني مع باريس سان جيرمان، وده بعد ما زلاتان ابراهيموفيتش ساب الفريق وراح لمانشستر يونايتد، فكافاني رجع لمركزه المفضل اللي هو المهاجم الصريح بعد ما كان محبوس في الجناح لسنوات، وجاب 49 جون في 50 ماتش في كل البطولات، وفعلا ده رقم تاريخي. المهم يلا نكمل. باسكتس يلعبها لميسي ويباصي باصه سحريه تتلعب لنيمار ويشوط وتطلع بره، ركنيه تتلعب على راس بيكيه، ولما شاف ان ده جون الخصم قال لا انا ما بحطش اجوان غير في نفسي، ويلعبها ضعيفه وتروح لحد بالغلط وبالراس وفي العرض، وينتهي ماتش الذهاب 4-0 بفضيحه على البارسا، وصعب جدا يرجعوا، وهنشوف هيعملوا ايه في الاياب. فاعمل لايك وسبسكرايب وكمل بقى الفيديو للاخر عشان تعرف. ويلا نروح لماتش الاياب. يبدا ماتش الاياب وكرة هنا عاليه وتحصل دربكه وسواريز وجون جون 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 جون. برشلونه هترجع ولا ايه؟ ده جون في الدقيقه 3. ايه التلاتة دي؟ المهم جون في الدقيقه 3 يعني ايه؟ دي شكل كده برشلونه رجعت. رافينا في الكروس خطير على الطريق، الكرة الأولى خطيرة صعبة جول. الهدف الأول في الكرة دخلت وكرة تحسب وكرة هدف لويس إنريكي بيستولير. بمناسبة الهدف الأول لبرشلونة اللي جابه سواريز، كنت تعرف إن بعد ما نيمار مشي واتغيرت الخطة ل4-4-2 سواريز ساب عمق الهجوم ولعب على الجناح الشمال عشان يفضي مساحة لميسي، ورغم إنه ضحى بأرقامه الشخصية لأنه كان السبب الأول في نجاح خطة المدرب. المهم يلا نكمل. كرة مع نيمار ويعرض وضربة جزاء، لكن الحكم ما بيحسبهاش. يمشي دراكسلر ويعرض وضربة جزاء والحكم يقول كرة. فاول من مكان حلو قوي لميسي ويستعد عشان يشوط ويشوط وتطلع بره. كرة هنا مع نيمار ويشوط وتطلع بره، بس حلوة قوي دي. كرة هنا مع نيمار لإنيستا ويشوط وتطلع بره. فاول هنا ميسي بيعرضها وتخبط في دماغ بيكيه ويفتكر ان ده مش جونهم، فيقول طب الحمد لله انها خبطت في دماغي وما جاتش في الجون. كرة هنا بيكيه يلعبها لإنيستا ويبصي في المساحة لنيمار وضربة جزاء، والحكم يقول لا اسمع لا ارى لا اتفق. كرة هنا عالية سواريز يلعبها لإنيستا ويحاول ويحط والدفاع وجون جون 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 جون. باريس سان جيرمان في دور الثمانية، ترجع الكرة لفريق البارسا خطيرة، إنيستا يقدم من يفعل جول 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 جول. بمناسبة الهدف الثاني العكسي، كنت تعرف ان انا مش هقول معلومة عشان ده هدف عكسي. المهم يلا نكمل. ينتهي الشوط الاول، فاعمل لايك وسبسكرايب وقول لي توقعاتك للشوط الثاني في الكومنتات، ويلا نبدأ الشوط الثاني. يبدأ الشوط الثاني وكرة هنا نيمار يجري على الكرة والمدافع يحط دماغه ضربة جزاء، واخيرا الحكم رضي يدي ضربة جزاء. ميسي على التنفيذ ويحطها في الجون 3-0، وبمجموع الماتشين 3-4 لباريس. وهل برشلونة هيعملها؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات. ميسي وتراب وجول جول 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 دي لاس برشلونة الترسيرو إنريكي. بمناسبة الهدف الثالث اللي جابه ميسي، كنت تعرف ان في 2017 ميسي قدم سنة اعجازية بكل المقاييس، وكان حرفيا شايل برشلونة والارجنتين لوحده على كتافه. المهم يلا نكمل. فاول هنا عالية وكرة خطيرة وكافاني وجون جون 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 جون. هل سيقضي بهذه الكرة او هذا الجون على امال البرشلونيين؟ ما نعرفش والله، لسه انا بشوف معاه. فور لبطولة الشامبيونز ليج للشباب، كرة خطيرة وجول كافاني السفاح البيستوليرو إديسون. بمناسبة الهدف الأول اللي جابه كافاني، كنت تعرف إن في سنة 2017 بالتحديد بقى كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقتها تخطى رقم إبراهيموفيتش. مهم
يلا نكمل. كرة هنا تتلعب لكافاني ويشوط وتير شتيجن يتصدى، فاول هنا ونيمار وجون. ايه الجمدان ده يا عم، جامد قوي في هذا الموسم. يمشي نيمار حتى، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يس. بمناسبة الهدف الرابع اللي جابه نيمار، كنت تعرف ان في 2017 نيمار كسر ارقام قياسية كتير، ارقام تاريخية كتير قوي، وصدم الجميع بقراره خروج من ظلال ميسي وانتقل لباريس سان جيرمان ب 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم ساعتها، لأنها كسرت دلوقتي وضيع موهبته. وده اللعيب اللي أنا أصلا مدريدي بس بيصعب عليا قوي، لأنه بالنسبة لي واحد من أقوى المواهب في التاريخ. يلا نكمل. كرة هنا عالية وضربة جزاء، سواريز وضربة جزاء، ونيمار يخش ويحطها، و5-1. ونيمار جامد قوي 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 قوي. نيمار جول 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 الفوتبول كلوب برشلونة. بمناسبة الهدف الخامس اللي جابه نيمار، كنت تعرف انه اول ما وصل باريس عمل بداية ارعب بيها كل اوروبا، وسجل وصنع في كل الماتشات، وشكل اسرع واخطر ثلاثي في العالم وقتها مع مبابي وكافاني. المهم يلا نكمل. اخر فاول في الماتش وميسي يرفعها وترجع الكرة لنيمار والحكم لسه ما صفرش ويعرض وجون. عملوا المعجزة. احسن لاعب في الماتش نيمار، ريمونتادا تاريخية وعظيمة جدا. انا كريالي بقولك ان انا فرحت لهم، وشايف ان دي يعني تعتبر الفوز مستحق جدا. تنتهي هذه المباراة العظيمة، وانا رأيي فيها بصراحة مباراة جامدة جدا. انا مدريدي واستمتعت جدا، وشايف ان الفوز مستحق، وبحب نيمار قوي 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 قوي. اعمل لايك وسبسكرايب يا ابني، وشوف الحلقات اللي فاتت وشوف الحلقات اللي ان شاء الله هتيجي. فاعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اول مرة اقولها دي من 2088. اعمل لايك وسبسكرايب وخش على الانستجرام، اعمل لي فولو، وخش قناة الواتساب عشان احنا 7 بس، مش معقولة يعني. وسلام.